لا تهتم بصغائر الأمور. كيفاش تعيش مرتاح البال؟ المقدمة: تخيل معايا واحد الإنسان كيدوز نهار كامل وهو متوتر. شي واحد ما جاوبوش في الميساج، بقى كيسول راسو علاش ما جاوبنيش، واش مقلق عليا. شي واحد قال ليه كلمة ما عجباتوش وبقى كيرجع داك الموقف في دماغه عشرات المرات. دخل انستغرام وشاف واحد عنده حياة كيبان أنها أحسن من حياته، بدا كيقارن راسو بيه. في الطريق للخدمة شي واحد قطع عليه الطريق وبقى معصب، وفي الليل ملي حط راسو فوق المخدة الجسم ديالو عيان ولكن العقل باقي خدام. كيعاود نفس الحوارات، نفس المواقف، نفس المشاكل. والمشكل الحقيقي بزاف من هاد الأشياء ما كتستاهلش أصلا تاخد هاد القرار كامل من الطاقة ديالك، حيت الحياة ما كتضغطش علينا غير بالمشاكل الكبيرة. أحيانا اللي كيتعبنا أكتر هما صغائر الأمور: كلمة، نظرة، تأخير، رسالة ما جاوباتش، رأي ديال شي واحد فينا، غلطة صغيرة وقعنا فيها، موقف قديم ما قدرناش ننساوه. والمفارقة هي أننا كنضيعو ساعات من حياتنا بسبب حاجات بعد أسبوع ولا شهر غادي نكتشفو أنها ما كانتش كتستاهل حتى داك القلق كامل. وهنا كنوصلو للفكرة الأساسية ديال الكتاب: لا تهتم بصغائر الأمور. ماشي كل حاجة كتستاهل أنك تعطيها اهتمام، ولكن خلي بالك هاد الفكرة ما كتقولش ليك ما تهتم بوالو، وما كتقولش ليك تكون بارد ولا تجاهل المشاكل ولا تخلي الناس يديروا فيك اللي بغاو. بالعكس، الفكرة هي أنك تتعلم تفرق بين شنو فعلا مهم وشنو غير كيسرق منك راحة بالك، حيت الانتباه ديالك عنده قيمة، والوقت ديالك عنده قيمة، والطاقة النفسية ديالك عندها قيمة. وإلا بقيتي كتوزعهم على كل موقف صغير غادي تلقى راسك في الأخير مبقى عندك والو الأشياء اللي فعلا كتهمك. في هذا الفيديو غادي نهضروا على مجموعة ديال الأفكار اللي تقدر تعاونك تشوف الحياة بطريقة مختلفة. غادي نشوفوا علاش كنضخموا المشاكل الصغيرة، علاش رأي الناس كيأثر فينا لهاد الدرجة، علاش كنحاولوا نتحكموا في حاجات ماشي تحت السيطرة ديالنا، وعلاش راحة البال ما كتجيش في حياة خالية من المشاكل ولكن كتجي من طريقة التعامل مع المشاكل. وخليك معايا حتى النهاية، حيت يمكن تكتشف أن الحاجة اللي كتحتاج تبدلها في حياتك ماشي الظروف ديالك ولكن الطريقة اللي كتعامل بها مع هاد الظروف. الجزء الأول: ماشي كل حاجة كتستاهل اهتمامك. خلينا نبداو من واحد الحقيقة بسيطة ولكن عميقة: الاهتمام ديالك محدود. عندك عدد محدود ديال الساعات في النهار، وعندك طاقة محدودة، وتركيز حتى هو محدود. يعني كل مرة كتقرر تعطي اهتمامك لشي حاجة فانت بطريقة غير مباشرة كتقرر ما تعطيش داك الاهتمام لشي حاجة أخرى. مثلا إلا جلستي ساعة كاملة كتفكر في واحد الإنسان اللي قال عليك شي كلمة خايبة، فهاد الساعة ما غاديش ترجع. إلا بقيتي نص النهار كتقلب في دماغك علاش واحد الشخص ما احترمكش، داك الوقت ما غاديش يرجع. وإلا ضيعتي طاقتك كاملة وانت كتحاول تقنع الناس أنك إنسان مزيان، غادي تلقى راسك في الأخير مبقاش عندك الطاقة باش تعيش حياة بالطريقة اللي بغيتي. وهنا خصنا نسولو سؤال مهم: علاش كنخليو حاجات صغيرة كتحكم في مزاجنا؟ الجواب هو أن العقل ديالنا كيولي يعطي أهمية كبيرة لأي حاجة كتزعجنا. شي موقف صغير كيوقع، العقل ما كيتوقفش على الحدث، كيبدا يزيد عليه. واحد قال ليك ما عجبنيش هادشي اللي درتي، الموقف الأصلي بسيط ولكن العقل يقدر يحولو إلى قصة كاملة. علاش قال ليا؟ واش كيشوفني فاشل؟ يمكن حتى الناس الآخرين كيشوفوني هكا. علاش أنا دائما الناس ما كيقدرونيش؟ وفجأة جملة وحدة ولات أزمة نفسية كاملة. وهنا كاين فرق كبير بين الحدث والقصة اللي كنحكيوها على الحدث. ممكن شي واحد ما جاوبكش على الميساج، هذا هو الحدث، ولكن من بعد كتقول أكيد ما بغاش يهضر معايا، يمكن زعفان عليا، يمكن ما بقاش كيبغيني. هاد الشي كامل ماشي حقيقة مؤكدة، هذا مجرد تفسير، ولكن العقل ديالنا مرات كيتعامل مع التفسير بحال إلا هو الحقيقة. وهنا كيبدا القلق. لذلك من أقوى العادات اللي ممكن تعلمها هي وقف قبل ما تعطي معنى للموقف. قول مع راسك شنو وقع فعلا وشنو هو التفسير ديال هاد الشي. هاد السؤال البسيط
يقدر يبدل لك بزاف ديال الأمور. مثلا واحد سلم عليك بطريقة باردة، بدل ما تقول مباشرة هاد الشخص ما كيحترمنيش، قول هو سلم بطريقة باردة، ولكن أنا ما عارفش علاش. يمكن يكون عيان، يمكن يكون مشغول، يمكن يكون عنده مشكل، يمكن ما انتبهش، ويمكن فعلا ما بغاش يهضر معاك. ولكن حتى تتأكد، ما عندكش حق تعذب راسك بقصة من اختراع عقلك. ماشي كل إحساس هو حقيقة، وماشي كل فكرة كدوز في دماغك خاصك تصدقها. كاين واحد الخطأ آخر كنقومو بيه بزاف، كنعطيو الأشياء الصغيرة أكتر من الحجم ديالها. مثلا تخيل واحد النهار ديالك كان مزيان، خدمتي مزيان، ضحكتي مع شي صحابك، درتي شي حاجة كنتي باغي ديرها، كلشي داز بخير. وفي العشية شي واحد قال لك كلمة خايبة. شنو كيوقع؟ ممكن تنسى 10 ديال الحوايج الزوينين اللي وقعوا ليك، وتبقى مركز غير على هاد الكلمة. علاش؟ حيت العقل البشري عنده ميل باش ينتبه للحوايج السلبية. ولكن هنا خاصك تدخل انت، ماشي كل حاجة سلبية خاصها تاخد المكان الأكبر في دماغك. إلا وقع عليك موقف خايب، سول واش هاد الشي غادي يبقى مهم بالنسبة ليا من بعد شهر. إلا كان الجواب لا، إذا علاش نعطيه اليوم ساعة من التفكير؟ حتى إلا كان الموقف مهم، ماشي ضروري تبقى كتفكر فيه بطريقة كتستنزفك، تقدر تتعلم منه وتخليه يدوز. وهنا كاين واحد الفرق مهم بزاف. التفكير كيساعدك تحل المشكلة، ولكن الاجترار كيخليك تعاود نفس المشكلة بلا نتيجة. مثلا شنو نقدر ندير باش نصلح هاد الموقف؟ هاد التفكير. ولكن علاش وقع ليا؟ علاش قال ليا هكا؟ كون قلتي كذا، كون درتي كذا، واش كان خاصني نجاوب؟ علاش ما جاوبش؟ وتعاود نفس الشيء عشرات المرات. هادشي ما بقاش حل المشكلة، هادشي ولا استنزاف. والحياة ديالك ما خصهاش تكون عبارة عن إعادة تشغيل المواقف القديمة. دابا تخيل معايا أنك عندك كوب عامر بالماء، كل مشكلة صغيرة كتجي كتزيد فيه قطرة. كلمة من شي واحد قطرة، موقف في الخدمة قطرة، مشكل في الدار قطرة، تعليق في السوشيال ميديا قطرة، مقارنة مع شخص آخر قطرة، تأخر شي واحد عليك قطرة، وفي الأخير الكاس كيفيض. ولكن مرات المشكلة ماشي في آخر قطرة، المشكلة أن الكاس كان عامر من قبل. وهنا كنحتاجو نتعلمو نفرغو الكاس. كيفاش؟ بأننا ما نحملوش معانا كل موقف. ماشي ضروري كل حاجة توقع ليك تبقى معك حتى الليل، وماشي ضروري كل كلمة كتسمعها تدخل لقلبك، وماشي ضروري كل شخص يكون راضي عليك، وماشي ضروري تربح كل نقاش، وماشي ضروري تشرح راسك للجميع. وأحيانا أكبر راحة تقدر تعطيها لراسك هي أنك تقول ماشي مهم. ماشي بمعنى أنك ضعيف، ولكن بمعنى أنك واعي بقيمة وقتك والطاقة ديالك، لأنك عارف أن عندك أشياء أهم تستاهل الاهتمام ديالك. عندك صحتك، عندك عائلتك، عندك أهدافك، عندك مستقبلك، عندك الوقت اللي ما غاديش يرجع. إذا قبل ما تدخل في شي صراع في شي موقف صغير، سول راسك واش هادشي فعلا يستاهل الطاقة اللي غادي نعطيه. يمكن تلقى الجواب هو لا، ويمكن هذه تكون أول خطوة حقيقية نحو راحة البال. الجزء الثاني، ما تقدرش تتحكم في كل شيء. كاين واحد السبب كبير كيخلينا نعيش التوتر بلا ما نحسو، وهو أننا كنحاولو نتحكمو في حوايج ماشي تحت السيطرة ديالنا أصلا. كنبغيو الناس يفهمونا بالطريقة اللي بغينا، كنبغيوهم يحترمونا، كنبغيو الأمور تمشي دائما حسب الخطة ديالنا، كنبغيو الطقس يكون مزيان، الطريق ما يكونش عامر، الخدمة تكون هانية، العائلة تكون متفاهمة، والناس كاملين يتصرفوا بالطريقة اللي كنشوفوها صحيحة. ولكن الحياة ما كتخدمش بهذه الطريقة. كاين فرق كبير بين شنو نقدر نتحكم فيه وشنو ما نقدرش نتحكم فيه. والإنسان اللي كيخلط بيناتهم غالبا غادي يعيش متوتر. تخيل مثلا أنك غادي الموعد مهم، خرجتي بكري، ولكن لقيتي الطريق عامرة. واش عندك القدرة تحرك السيارة بيديك؟ لا. واش تقدر ترجع الوقت اللور؟ لا. إذا عندك اختيارين. الأول، تبقى معصب طول الطريق، تضرب في الفولون، تسب الطريق وتوصل وانت مستنزف. والثاني، تقول الطريق ماشي تحت السيطرة ديالي، اللي تحت السيطرة ديالي هو كيفاش غادي نتعامل مع هذا الوضع. يمكن تعيط،
وتخبر الشخص أنك غادي تتأخر. يمكن تبدل الطريق، يمكن تستغل الوقت وتسمع شي حاجة مفيدة. المشكل باقي هو، ولكن ردة الفعل تبدلات. وهنا كاينة قوة كبيرة، حيت ماشي دائما نقدروا نبدلو الظروف، ولكن نقدروا نبدلو الطريقة اللي كنواجهوا بها الظروف. ونفس الفكرة كتطبق على الناس. مثلا كتعاون واحد الإنسان بزاف، كتوقف معاه، كتسمع ليه، كدير معاه الخير، ومن بعد كتلقى أنه ما قدرش داك الشي. شنو كدير؟ كتقول أنا درت ليه كذا وكذا وهو ما دار ليا والو، وكتبقى كتسنى يتصرف معاك بالطريقة اللي في بالك. ولكن هنا كاين واحد السؤال: واش كتقدر تتحكم في كيفاش الناس غادي يردوا الجميل؟ لا. تقدر تكون انسان مزيان، تقدر تعاون، تقدر تعطي، ولكن ما تقدرش تفرض على الاخر يكون ممتن. الا كنتي كدير الخير فقط باش تاخذ المقابل ديالو، غادي تبقى دائما معرض للخيبه. لذلك دير الخير، لان هذه هي القيم اللي كتامن بها. وإلا جاك التقدير مرحبا، وإلا ما جاش ما تخليش شخص آخر يحدد ليك واش كتستاهل تكون إنسان مزيان ولا لا. الجزء الثالث: ماشي ضروري تربح كل نقاش. كاين واحد النوع ديال المعارك اللي كنربحوها في النقاش ولكن كنخسروا فيها راحة البال. مثلا شي واحد قال رأي مختلف عليك، أول رد فعل ممكن يكون لا راك غلط، هو يقول لك لا أنت اللي غلط، وتبدأ المناقشة. من بعد كتولي ولكن أنا قريت وأنا شفت وأنا عندي تجربة، وفجأة النقاش اللي كان بسيط ولا معركة. والسؤال هو: شنو كنتي باغي تربح بالضبط؟ واش كنتي باغي الشخص يفهم وجهة النظر ديالك، ولا كنتي باغي تثبت انك اذكى منه؟ هاد الفرق مهم، حيت مرات كنكونوا ما كنناقشوش الفكرة، كنكونوا كندافعوا على الانا ديالنا. كنحسوا ان الا قلنا ممكن تكون عندك وجهة نظر فهذا يعني اننا ضعاف، ولكن العكس هو الصحيح. الانسان اللي واثق من راسو ما كيحتاجش يربح كل نقاش، يقدر يسمع، يقدر يقول ممكن نشوفوا الموضوع بطريقة مختلفة، ويكمل حياته. ماشي كل اختلاف خصو يتحول لصراع، وماشي كل شخص خصك تقنعه، وماشي كل تعليق خصك تجاوب عليه. أحيانا الصمت ماشي استسلام، الصمت اختيار. اختيار أنك ما تضيعش طاقتك في شي حاجة ما غاديش تزيدك والو. الجزء الرابع: تعلم تقول لا. واحد من أكبر مصادر الضغط عند الناس هو أنهم باغين يرضوا الجميع. شي واحد طلب منك خدمة وانت أصلا ما عندكش الوقت، ولكن كتقول واخا. شي واحد عيط ليك في واحد الوقت ما مناسبكش، كتجاوب. شي واحد بغى منك تمشي معاه المكان ما باغيش تمشي ليه، كتقول واخا نمشي. ومن بعد كتلقى راسك معصب. ولكن علاش معصب؟ حيت قلتي نعم وانت من الداخل كنتي باغي تقول لا. وهنا خصك تفهم واحد الحاجة: إلا قلتي لا ما كيعنيش أنك إنسان خايب. إلا قلتي ما نقدرش هادشي كافي. ماشي ضروري تعطي شرح طويل، ماشي ضروري تختار القصة، ماشي ضروري تحس بالذنب، حيت الوقت ديالك محدود. وإلا قلتي نعم لكل شخص ولكل طلب، غادي توصل لواحد المرحلة اللي كتولي فيها كتعيش حياة الناس وماشي حياتك. ولكن طبعا هادشي ما كيعنيش أنك تكون أناني. المقصود يكون عندك توازن، ساعد الناس ملي تقدر، وقف معاهم ملي يكون الأمر مهم، ولكن عرف حتى فين كاين الحد ديالك. حيت الإنسان اللي ما عندوش حدود كيولي سهل على الآخرين ياخدو من طاقته، وطاقته أكتر مما يقدر يعطي. الجزء الخامس: رأي الناس مخصوش يكون هو المرآة ديالك. دابا وصلنا لواحد النقطة اللي كتأثر في بزاف ديال الناس: شنو غادي يقولوا عليا؟ هاد السؤال بوحدو يقدر يحبس الإنسان سنوات. بغيتي تبدا مشروع، شنو غادي يقولوا عليا الناس؟ بغيتي تبدل الخدمة، شنو غادي يقولوا عليا الناس؟ بغيتي تتعلم شي حاجة جديدة، يمكن يضحكوا عليا. بغيتي دير فيديو، يمكن الناس ينتقدوا. وفي الأخير ما كدير والو، ماشي حيت ما قادرش، ولكن حيت كتعيش تحت مراقبة الناس يمكن أصلا ما كيراقبوكش. وهنا خاصك تسول راسك: شحال من واحد من هاد الناس غادي يبقى حاضر في حياتك بعد 10 سنوات؟ يمكن بزاف منهم ما يبقاوش. وحتى الناس اللي كينتقدوك اليوم غدا غادي يكونوا مشغولين بحياتهم والمشاكل ديالهم. إذا علاش تعطي الرأي ديالهم هاد القوة كبيرة؟ طبعا النقد ماشي دائما خايب. إلا شي واحد عطاك ملاحظة مفيدة اسمع ليه، يمكن تتعلم. ولكن الفرق
هو أنك تسمع النقد بدون ما تخليه يحدد القيمة ديالك. واحد يقدر يقول هاد الخدمة ما عجباتنيش، هذا رأي ماشي حكم نهائي عليك كإنسان. ممكن واحد ما يعجبوش أسلوبك، واحد آخر يعجبو، واحد يشوفك ناجح، وواحد آخر كيشوفك عادي. واش غادي تبدل شخصيتك كل مرة حسب رأي جديد؟ مستحيل. لذلك خص يكون عندك معيار داخلي، تعرف شكون انت، شنو القيم ديالك، شنو باغي تحقق، وفين باغي توصل. ومن بعد ما تبقاش كتجري ورا كل رأي. الجزء السادس: ما تحاولش تكون كامل. واحد من أكثر الأشياء اللي كتسرق راحة البال هي محاولة تكون إنسان بلا أخطاء. كتخاف تغلط، كتخاف الناس يحكموا عليك، كتخاف تبان ما فاهمش، كتخاف تقول شي كلمة وما تكونش مناسبة. ولكن الحقيقة ما كاين حتى إنسان كامل. كل واحد عنده نقاط قوة وعنده نقاط ضعف. كل واحد كيغلط، كل واحد كيقول شي كلمة وكيقول من بعد كون سكت أحسن. المشكل ماشي أنك غلطتي، المشكل هو أنك كتستعمل الغلطة باش تعاقب راسك. واحد الموقف وقع البارح ومازال اليوم كتقول علاش قلت هاد الشي، علاش ما جاوبش بطريقة أخرى، علاش درت هكا. تعلم من الغلطة ولكن ما تسكنش فيها. كاين فرق بين أنا غلط وبين أنا فاشل. الأولى كتوصف التصرف، والثانية كتضرب في الهوية ديالك كاملة. إلا غلطت يقول شنو نقدر نتعلم من هذا الموقف، ومن بعد كمل، حيت الماضي مدرسة ولكن ماشي دار خصك تسكن فيها. الجزء السابع: خليك حاضر مع اللحظة. مرات الجسد ديالك كيكون هنا ولكن العقل ديالك كيكون في شي بلاصة أخرى. كتكون جالس مع العائلة ولكن كتفكر في مشكل ديال الخدمة. كتكون خدام ولكن كتفكر في شي نقاش وقع البارح. كتكون في الليل ولكن كتفكر شنو غادي يوقع غدا. وهكذا كتلقى راسك ما عشتي لا حاضر، لا ماضي، لا مستقبل. كتعيش وسط القلق. وخاصك تعرف أن العقل عنده عادة غريبة، كيقدر ياخد موقف وقع مرة واحدة ويخليك تعيشه مئات المرات. الموقف وقع، سالينا، ولكن انت كتعاودو في دماغك. كل مرة كتعاودو كتعيش نفس الإحساس. لذلك من حين الآخر وقف وسول راسك شنو واقع دابا، ماشي شنو وقع البارح، ماشي شنو يمكن يوقع غدا. شنو واقع دابا؟ يمكن تلقى راسك جالس في مكان آمن، يمكن الناس اللي كتحبهم حداك، يمكن عندك فرصة جديدة، يمكن المشكل اللي كنتي خايف منه ما وقعش أصلا. الحضور في اللحظة ما كيحلش جميع مشاكل الحياة، ولكن كيمنعك من أنك تعيش مشاكل الماضي والمستقبل في نفس الوقت. وهنا غادي نوقفو شوية، حيت كاينة فكرة مهمة بزاف خاصها تدخل مزيان. راحة البال ما كتجيش ملي الحياة كتولي مثالية، حيت الحياة عمرها غادي تكون مثالية. غادي تكون أيام زوينة وغادي تكون أيام صعيبة، غادي تربح وغادي تخسر، غادي تلقى ناس كيبغيوك وغادي تلقى ناس ما كيبغيوكش، غادي توقع ليك حاجات ما كنتيش مخطط ليها. ولكن الفرق الحقيقي ماشي في غياب المشاكل، الفرق في كيفاش كتعامل معها. وإلا تعلمتي ما تعطيش لكل حاجة أكبر من حجمها، غادي تكتشف أنك عندك طاقة كبيرة كنتي كتضيعها في حوايج صغيرة، وطاقة تقدر دابا توجهها لحياتك، لأهدافك، لعائلتك، والحاجات اللي فعلا كتستاهل. وهنا كنمشيو للفكرة اللي من بعدها: علاش كنحاولوا دائما نبدلو الناس، وشنو كيوقع ملي كتفهم أن بعض الناس خاصك غير تقبلهم كيما هما بلا ما تضيع حياتك في محاولة التغيير ديالهم. وحدة من أكتر الحوايج اللي كتسرق لينا راحة البال هي أننا كنحاولوا نبدلو الناس. كنقولوا إلا غير فهمني غادي يتبدل، إلا غير شرحت ليه مزيان غادي يعرف أنه غلط، إلا غير عطيتو فرصة أخرى غادي يتعامل معايا بطريقة مختلفة. ولكن مرات كتكون الحقيقة أبسط من هاد الشي كامل. الناس كيتبدلو ملي هما باغيين يتبدلو، ماشي ملي نتا باغيهم يتبدلو. تقدر تنصح، تقدر تشرح، تقدر تعطي مثال، تقدر تقول للشخص شنو اللي كيضايقك، ولكن ما تقدرش تدخل لعقله وتبدل الطريقة ديال التفكير ديالو بالقوة. وهنا خصك تفرق بين جوج حوايج: النصيحة والسيطرة. النصيحة كتقول أنا كنشوف هادشي بطريقة معينة ويمكن نساعدك تفكر فيه، أما السيطرة كتقول خاصك تفكر بالطريقة اللي أنا كنشوفها صحيحة. وهنا كتبدا المشاكل.
مثلا عندك شخص قريب منك وكيكرر نفس التصرف اللي كيضايقك، شرحتي ليه مرة جوج ثلاثة وعاود نفس الشي، شنو تقدر دير؟ يمكن تغير الطريقة ديال التعامل ديالك معاه، يمكن تحط حدود، يمكن تنقص الاحتكاك. ولكن إلا بقيتي كل نهار كتقول علاش ما تبدلش، غادي تعيش في الإحباط، حيت كطالب الواقع يكون مختلف على اللي هو عليه. والراحة كتبدا بعض المرات ملي كتقول أنا ما نقدرش نتحكم فيه، ولكن نقدر نتحكم في كيفاش غادي نتعامل معاه. هاد الجملة بسيطة ولكن التطبيق ديالها كيحتاج للقوة. الجزء التاسع: تقبل أن بعض الأشياء ما غاديش تكون كما بغيتي. واحد من أكبر مصادر المعاناة هو أننا عندنا صورة في دماغنا على كيفاش خص الحياة تكون. خاص الناس يفهموني، خاص عائلتي تكون متفاهمة، خاص الخدمة ديالي تكون مزيانة، خاص صحابي يبقاو ديما معايا، خاص كل مجهود نديرو يعطيني نتيجة. ولكن كلمة خاص بعض المرات كتكون مصدر كبير للضغط، حيت الواقع ما كيعرفش شنو انت كتعتقد انه خصو يوقع. يمكن تخدم بجد وما تنجحش من اول مرة، يمكن تكون مزيان مع شي واحد وما يبادلكش نفس الشي، يمكن تخطط لشي حاجة شهور وتفشل. واش هاد الشي مؤلم؟ طبعا، ولكن الألم كيزيد ملي كنزيدو عليه فكرة، ما كانش خص هادشي يوقع، حيت الواقع وقع بالفعل. إذا السؤال المفيد ماشي علاش وقع ليا هادشي، ولكن شنو نقدر ندير دابا. هاد التحول البسيط كيخرجك من دور الضحية وكيحطك في دور الشخص اللي عنده اختيار. الجزء العاشر: ما تعطيش للماضي أكثر مما يستحق. كاين ناس عايشين في الحاضر ولكن عقولهم ساكنة في الماضي. موقف وقع قبل عام، علاقة سالات، فرصة ضاعت، قرار غلط، كلمة قالها شي واحد، غلطة داروها. كل مرة كيرجع نفس السؤال: كون درت غير، كون قبلت، كون ما قبلتش، كون مشيت، كون بقيت، كون جاوبت، كون سكت. ولكن الماضي عنده واحد القانون ما كيتبدلش، تقدر تفهمه، تقدر تتعلم منه، تقدر تصلح شي حاجة مازال ممكن تصلح، ولكن ما تقدرش ترجع للور. إذا إلا كان الماضي كيعاونك تفهم الحاضر، رجع ليه. أما إلا كنتي غير كتعاود تعاقب راسك بنفس القصة، خليه يمشي. قول أنا في ذاك الوقت تصرفت بالمعلومات والوعي اللي كان عندي. اليوم يمكن تكون عارف أكتر، يمكن تكون ناضج أكتر، يمكن تشوف الأمور بطريقة مختلفة، وهذا الشيء طبيعي. ما تحكمش على النسخة القديمة منك بعقل النسخة الحالية. الجزء الحادي عشر: ما تخليش الهاتف يسرق راحتك. اليوم عندنا واحد النوع جديد من صغائر الأمور: الإشعارات، المساجات، التعليقات، عدد المشاهدات، عدد اللايكات، واش شاف الميساج، واش جاوب، علاش شاف ستوري وما جاوبش، علاش هاد الفيديو جاب أكتر مني، علاش فلان عنده حياة كيبان أنها أحسن. السوشيال ميديا تقدر تخليك تقارن حياتك الحقيقية مع أفضل لحظات حياة الآخرين. كتشوف الصورة ما كتشوفش القصة كاملة، كتشوف النجاح ما كتشوفش السنوات اللي كانت صعيبة، كتشوف النتيجة ما كتشوفش الثمن. ومن بعد كتقارن البداية ديالك مع النهاية ديال شخص آخر، وهنا كتبدا المعاناة. لذلك حاول تسول راسك: واش أنا فعلا محتاج نعرف شنو كيديروا الناس طوال الوقت؟ يمكن لا. يمكن بعض الوقت بلا هاتف يخليك تكتشف أن دماغك كان محتاج غير شوية ديال الهدوء. ماشي ضروري تجاوب على كل إشعار فورا، ماشي ضروري تعرف كل خبر، وماشي ضروري تشوف كل منشور. الانتباه ديالك ملكك، وإلا ما حميتيش العالم كامل غادي يحاول ياخدو. الجزء الثاني عشر: تعلم توقف قبل ما ترد. واحدة من أقوى الطرق باش ما تهتمش بصغائر الأمور هي أنك ما تردش مباشرة وأنت معصب. شي واحد قال لك كلمة جرحاتك، أول إحساس خاصني نجاوبه. كتكتب الميساج، كتضغط على إرسال، ومن بعد نصف ساعة كتقول علاش قلت هاد الشي. المشكل ما كانش في الإحساس، الغضب طبيعي، المشكل هو أنك خليتي ثواني قليلة من الغضب يحدو كلام يمكن يبقى الأثر ديالو مدة طويلة. لذلك بعض المرات أحسن رد هو ما تردش دابا، خذ نفس، بعد شوية، وعاود رجع للموقف. يمكن تلقى أن الموضوع ما كانش كبير، ويمكن تلقى فعلا خاصك ترد
ولكن دابا غادي ترد بعقل ماشي بردة فعل. جرب هاد القاعدة، إلا كان طالع ليك الدم ما تاخدش قرار كبير، ما ترسلش ميساج وانت معصب، ما تنهيش علاقة وانت منفعل، ما تستقلش من خدمتك وسط الغضب، ما تدخلش في معركة لأن شيء واحد استفزك. خلي المشاعر تهبط ومن بعد قرر. الجزء الثالث عشر: ماشي ضروري كل حاجة تكون عادلة. هاد النقطة صعيبة شوية، حيت الإنسان بطبيعتو كيبغي العدالة. إلا شي واحد دار شي حاجة خايبة معاك كتقول خاصو يخلص، إلا شي واحد ظلمك كتقول خاص الناس يعرفوا الحقيقة، إلا شي واحد ما قدرش المجهود ديالك كتقول خاصو يعرف شحال درت. ولكن الحياة ما كتضمنش دائما كل حاجة غادي تكون عادلة بالطريقة اللي بغينا. يمكن شخص أقل كفاءة منك ياخد فرصة قبل منك، يمكن واحد ما خدمش بجد ينجح في شي حاجة، يمكن شي شخص ظلمك وما اعتذرش. وهنا عندك اختيار: إما تبقى سنوات كتسنى العدالة تجي بالطريقة اللي في بالك، أو تقول أنا غادي نركز على اللي نقدر ندير من هنا للقدام. هادشي ما كيعنيش تقبل الظلم، إلا كان عندك حق دافع عليه، إلا كان ضروري تاخد موقف خوضو، ولكن ما تخليش الغضب يولي هو الحياة ديالك. حيت مرات الشخص اللي ظلمك كيكون كمل حياته وانت باقي كتعيش في الموقف، وهنا كتكون عطيتيه قوة أكبر مما كان عنده أصلا. الجزء الرابع عشر: خدم على الأشياء اللي تقدر تبدلها. دابا نقدروا نقسموا المشاكل ديالنا لثلاثة أنواع: كاين حاجات تقدر تبدلها، وكاين حاجات تقدر تأثر فيها، وكاين حاجات ما عندك حتى السيطرة عليها. مثلا طريقة تعاملك تحت السيطرة ديالك، مجهودك تحت السيطرة ديالك، اختياراتك تحت السيطرة ديالك. ولكن رأي الناس فيك ماشي تحت السيطرة ديالك، الماضي ماشي تحت السيطرة ديالك، كل الظروف ماشي تحت السيطرة ديالك، النتيجة النهائية ديال كل مجهود حتى هو ماشي دائما تحت السيطرة ديالك. إذا ركز على الدائرة الأولى، على الأشياء اللي فعلا تقدر دير فيها الفرق. بدل ما تقول علاش الناس ما كيحترمونيش، سول واش انا كنحترم راسي وكنحط حدود واضحة. بدل علاش حياتي ما تبدلاتش، سول شنو هي الخطوة الصغيرة اللي نقدر نديرها اليوم. بدل علاش ما كيبغيني حتى واحد، سول واش انا كنستثمر في العلاقات ديالي. هاد الأسئلة كتبدل التركيز من الشكوى إلى الفعل. الجزء الخامس عشر: الحياة قصيرة باش تضيعها في التفاهات. دابا تخيل أنك عرفتي عندك غير عام واحد تعيشو، واش غادي تبقى مهتم بواحد التعليق في فيسبوك؟ واش غادي تبقى أسبوع كامل كتفكر في شي واحد ما سلمش عليك؟ واش غادي تضيع سهرة كاملة بسبب نقاش تافه؟ غالبا لا. غادي تبدا تسول شنو فعلا مهم بالنسبة ليك. والمثير هو أننا ما خصناش نساو شي خبر كبير باش نفهمو هاد الشي. الوقت راه كيدوز دابا، الناس اللي كتحبهم غادي يكبروا، الأيام اللي كتعيشها اليوم ما غاديش ترجع، والطاقة اللي عندك اليوم ماشي مضمونة تبقى نفسها غدا. إذا ما تخليش حياتك كلها تكون ردود أفعال، ما تخليش الناس يحددوا لك شنو تحس، ما تخليش كل مشكلة صغيرة توقف نهارك. اختار المعارك ديالك، اختار شنو يستاهل الاهتمام ديالك، واختار حتى شنو اللي ما يستاهلش. حيت النضج ماشي أنك تعرف كيفاش تربح كل معركة، النضج هو أنك تعرف أي معركة أصلا ما خصكش تدخل ليها. الجزء السادس عشر: راحة البال اختيار يومي. يمكن تسمع هاد الأفكار وتقول واخا فهمت، ولكن الفهم بوحدو ما كافيش. راحة البال ما كتجيش من فيديو، وما كتجيش من كتاب، وما كتجيش من جملة تحفيزية. هي مجموعة ديال الاختيارات الصغيرة كديرهم كل نهار. كتختار ما تجاوبش على الاستفزاز، كتختار تسامح على حاجات بسيطة، كتختار تقول لا ملي خصك تقولها، كتختار توقف المقارنة، كتختار تحط الهاتف بعيد، كتختار ما تدخلش في كل النقاش، كتختار تعلم من الغلطة بدل ما تعاقب راسك عليها، كتختار تقول هادشي ماشي تحت السيطرة ديالي، إذا غادي نركز على اللي نقدر نتحكم فيه. وكل اختيار صغير من هادو كيزيد شوية من الهدوء للحياة ديالك. وفي الأخير، يمكن أكبر درس ناخدو من هاد الفكرة كاملة هو ماشي كل حاجة كتوقع ليك خصها تاخد جزء من روحك. شي حوايج خاصك تصلحها، شي حوايج خصك تواجهها، شي حوايج خصك تحط ليها حدود، ولكن كاين حتى حوايج خاصك غير تخليها تدوز. ماشي لأنك ضعيف، ولكن لأن حياتك أغلى من أنك تضيعها كاملة في صغائر الأمور.
المرة الجاية ملي شي واحد يستفزك وقف لحظة وسول راسك واش هادشي غادي يبقى مهم من بعد عام. إلا الجواب لا، خليه يدوز. والمرة الجاية ملي شي واحد ينتقدك سول واش كاين شي حاجة مفيدة نقدر نتعلمها. إلا كاينة تعلم، إلا ما كايناش خليه يمشي. وملي تلقى راسك كتفكر في شي موقف قديم سول واش كنحل المشكلة ولا غير كنعذب راسي. وإلا كنتي كتجري باش ترضي الجميع وقف، حيت مستحيل تعيش حياتك كاملة وانت كتقلب على الموافقة ديال كل إنسان. غادي يكون دائما شي واحد ما عاجباش شي حاجة فيك، وهذا عادي. ماشي مهم تكون محبوب عند الجميع، المهم تكون متصالح مع راسك وعارف شنو مهم بالنسبة لك. وفي النهاية الحياة ما كتطلبش منك أنك ما يكونش عندك حتى مشكل، كتطلب منك فقط ما تعطيش لكل مشكل الحق ياخد حياتك كاملة. ركز على اللي مهم، حب الناس اللي كيستاهلوا، خدم على راسك، تعلم من الأخطاء ديالك، ضحك أكتر، قارن أقل، سامح ملي يكون التسامح هو الطريقة ديال الراحة ديالك، وقول لا ملي تكون نعم غادي تظلم بها راسك. وتذكر دائما عندك حياة وحدة، فلا تخلي صغائر الأمور تاكل منها الأيام اللي ما غاديش ترجع.